المشاهدين الأكارم، سعدتم أوقاتا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتين، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقييم أنشطة إدارة الإقليم الأوسط. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في مدينة تسني. تنظيم انتخاب إدارات الضواحي في دك أمحري. تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 279 من ركابها. كوريا الشمالية تعلن عن أقوى استراتيجية رد تجاه أمريكا. ومقتل جندي باكستاني في مواجهات مع القوات الأفغانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت إدارة الإقليم الأوسط اجتماعا تقييميا يومي 27 و28 من ديسمبر لأنشطتها السنوية وبحث برامج عام 2025. وقدم في الاجتماع توضيحا حول تنفيذ برامج عمل مختلف المؤسسات ونقاط القوة والضعف والخطوات المتخذة لمواجهة التحديات. وبعد المناقشة دعا المجتمعون إلى تنفيذ برامج مهمة موضوعة ضمن البرامج التي لم يتم تنفيذها، وإيجاد حلول لمشاكل النقل العام، وإجراء دراسات لمعرفة أسباب الجرائم والمخالفات، وتنظيم الدورات التدريبية لتحسين أداء الموظفين، وتنقيح الإعلانات القانونية الصادرة لمنع المكيفات الضارة وتوقين الأنشطة التوعوية في أوساط الشعب. وأشار المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد الزرقي تولد برهان إلى أهمية التقييم والآراء الواردة فيه، مؤكدا على العمل للاستجابة للطلبات المقدمة عبر مراحل وحسب قدرات الحكومة والإقليم. وأضاف أن تعزيز أنشطة الحفاظ على المياه والتربة واستكمال نظام إمدادات مياه الشرب وتحسين وإصلاح المكاتب والطرق وممرات المشاة، وتعزيز البرامج الثقافية والرياضية، وتنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات العمال، وإجراء انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى وغيرها من الخطط الرئيسية لعام 2025. قال مدير مديرية تسنية السيد سيوم جبريسوس في الاجتماع الذي عقده لممثلي الشعب يوم 26 من ديسمبر، قال إنه سيتم العمل على تعزيز المشاركة الشعبية الجيدة في برامج التصدي الموحد. ودعا المزارعين على العمل لتمهيد أراضيهم الزراعية لإنتاج وفير، مناديا الإدارات والشعب إلى العمل الجاد للسيطرة على حوادث الحرائق في المدينة والريف. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المديرية السيد تسفازجي أوبازجي تنظيم انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى للدفع بدور المجتمع في برامج التنمية واتخاذ خطوات للحد من حوادث السيول. وتم توضيح في الاجتماع زراعة مساحة 22,122 هكتار من الأراضي الزراعية المطرية، وحصاد 178,955 كنتال هذه السنة، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 76,000 كنتال من الخضروات وأكثر من 18,000 كنتال من الفواكه، مشيرا إلى أن زراعة الطاف كانت مشجعة. كما ذكر الاجتماع السيطرة على الجراد الذي ظهر في بعض المناطق بمشاركة الشعب والجيش. واقترح المشاركون إلى إيجاد حلول لمشكلة المياه والاهتمام بمكب النفايات في المدينة، بالإضافة إلى توفير الجرارات في الوقت المحدد خلال الموسم الزرعي. أجريت انتخابات إدارات الضواحي في 18 إدارة الضاحية في مديرية دك أمحرة لتبديل الإدارة المنتهية فترة عملها بأخرى جديدة. وتم في العملية التي جرت في 18 إلى 26 من ديسمبر تم انتخاب 32 مدير ضاحية. وأشاد أعضاء لجنة الانتخابات بالمشاركة الشعبية الجيدة في العملية الانتخابية.
أفاد مسؤول المركز الصحي في منشب بمديرية الشعب الممرض إدريس موسى بأن سد احتياجات المركز الصحي من الكادر الصحي والمعدات مكن من توسيع خدمات العيادة، وذكر تعظيم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وعلاج مكافحة الأمراض المعدية إلى جانب التوعية للوقاية من الأمراض المعدية والحميات. من جانبه أوضح مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية الشعب الممرض زينة جبر دنجل أن التعدين التقليدي الجاري في المناطق النائية يؤدي إلى مصاعب صحية ويشكل ضغطا على المؤسسات الصحية، مناديا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يوجد في مديرية الشعب مركز صحي في منشب وعيادة في وقيرة و3 نقاط صحية في وقريتت وود جابا وقدقد. دعا مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج الطلاب على المساهمة في الجهود المبذولة للحد من الأضرار الصحية والنفسية التي تلحق بالمرأة بسبب العادات الضارة. وقال مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد أسفاء ألم يوهنس في السمينار الذي عقده، قال إن العديد من الطالبات يقاطعن التعليم ويتعرضن لمصاعب اجتماعية واقتصادية بسبب العادات الضارة عامة وختان الإناث وزواج القاصرات خاصة، ويجب على الطلاب أن يكونوا الفاعلين الأساسيين في مكافحة هذه العادات. وأوضح مدير مدرسة جبل حامد المتوسطة والثانوية الأستاذ رزاني حقوس أن زواج القاصرات يعد أحد الأسباب الرئيسية لمقاطعة التعليم. من جانبهم أشار الطلاب إلى أن المحاضرة تخلق دافعا لزيادة المعرفة والمساهمة في مكافحة العادات الضارة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بطائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوب البلاد إلى 179 قتيلا. واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز. وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل. وحسب وكالة يونهاب للأنباء فإن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 و800 كانت عائدة من تايلاند، ووقع الحادث أثناء هبوطها مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وفقا للشرطة ورجال الإطفاء. قررت كوريا الشمالية إطلاق أشد استراتيجية لها على الإطلاق لمواجهة الولايات المتحدة وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية عن اجتماع حزبي مهم في نهاية العام أشرف عليه الزعيم كيم جون أون ووجه من خلاله رسائل للأعداء. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تقرير مطول أن الدولة المسلحة نوويا عقدت الاجتماع العام السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم لمدة 5 أيام من الأسبوع الماضي كجزء من حملة لرسم مسار البلاد لعام 2025. وانتقدت بيونغ يانغ العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، قائلة إنها توسعت إلى كتلة عسكرية نووية عدوانية. ويأتي التصعيد باللهجة ضد الولايات المتحدة قبل نحو شهر على تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمنصبه رسميا في 20 من يناير المقبل. قتل جندي باكستاني على الأقل وأصيب 7 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأفغانية في المنطقة الحدودية، وفق ما أفاد مصدر أمني باكستاني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأشار مسؤولون في البلدين إلى اندلاع مواجهات ليلا استخدم فيها أحيانا السلاح الثقيل بين ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية ومنطقة خوست الأفغانية. ولم تؤكد إسلام أباد شأن هذه القرارات، لكنها أقرت بتنفيذ عمليات في مناطق حدودية بهدف حماية الباكستانيين من مجموعات إرهابية.
وأوضح مسؤول في ولاية خوست الأفغانية أن أعمال العنف التي وقعت أجبرت السكان على مغادرة المنطقة من دون تسجيل سقوط الضحايا في الجانب الأفغاني. وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قالت في وقت سابق إن قوات تابعة لحركة طالبان استهدفت عدة نقاط داخل باكستان ردا على الغارات الجوية التي شنتها إسلام آباد الأسبوع الماضي. توفي شخص وألغيت آلاف الرحلات الجوية جراء أعاصير ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولاية تكساس ولويزيانا وميسيسيبي في جنوب شرق الولايات المتحدة، مما أدى إلى وفاة شخص بالقرب من هيوستن بالإضافة إلى 4 إصابات. وقال خبير الأرصاد الجوية آرون جيلسون من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية من المحتمل أن ترتفع هذه الأرقام. وأدت الأعاصير إلى تراكم الجليد وهبوب الرياح على الساحل الغربي، مما تسبب بتأخير أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في جميع أنحاء البلاد. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تقييم أنشطة إدارة الإقليم الأوسط. إشادة بالمشاركة الشعبية في التنمية في تسنين. انتخابات إدارات الضواحي. تحطم الطائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 279 من ركابها. كوريا الشمالية تعلن عن أقوى استراتيجية رد تجاه أمريكا. ومعطل جندي باكستاني في مواجهات مع القوات الأفغانية. مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.